إقالة بعد الفاصل. التغيير هو سنة الحياة، ليس هناك أي مشكل في التغيير، إنما ربما العقل في أحيان كثيرة يحتاج إلى المعرفة، نعرف الأسباب، على أي أساس تمت الإقالة لستة وزراء مثلا أو خمسة وزراء. هل هم أخطأوا مثلا؟ هل لم يكونوا على مستوى المهام المطلوبة في محافظاتهم؟ وعلى الجانب الآخر على أي أساس تم الاختيار؟ وإذا لم نجد إجابات لهذين السؤالين أعتقد إن هيكون عندنا مشكلة. نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، منورنا يا فندم. الله يخليك، أهلا بحضرتك. على أي أساس تم إقالة أو تغيير خمسة وزراء أو ستة وزراء محافظين؟ آسف، ربما ده يعني من باب الفهم. اتفضل. ان شاء الله جاي يعني حركه، ان شاء الله جاي حركه وزراء ان شاء ولا؟ الله ربما قريبا يعني. هو بس اسمح لي في البدايه في مقدمات اي كلام عن حركه المحافظين في بعض الملاحظات. هي طبعا زي ما حضرتك قلت في سؤالك او في تساؤلك، بتنهي اربع ازمات اساسيه كانت موجوده، او اربع يعني ملاحظات كانت موجوده على مجلس المحافظين الموجود. الأزمة الأولى التناقض الموجود في غياب محافظ للعاصمة. الأزمة الثانية مشكلة المشاكل اللي تصاعدت إلى يعني حد التراشق على شاشات الفضائيات بين محافظ الإسكندرية السابق المهندس محمد عبد الظاهر ووزير الإدارة المحلية الدكتور أحمد زكي بدر. المشكلة الثالثة مشكلة محافظ المنيا اللي ربما في يعني ملاحظات كتير على أدائه في التعاطي أو الاشتباك أو التعامل مع أزمة أو المشاكل الطائفية اللي كانت موجودة في المحافظة. المشكلة الرابعة أو الأزمة الرابعة أو الملاحظة أو الصداع المزمن اللي كان في رأس مجلس المحافظين الحالي هو التصريحات المثيرة للجدل الدائمة والمستمرة لمحافظ السويس. الأربعة تقريبا حركة المحافظين يعني حطت لهم حد، والأربعة اتغيروا في الحركة بتاعت النهاردة. الملاحظة إنه هم 5 وجوه جديدة مش 6. طبعا محافظ القليوبية يتحرك المرة الثانية إلى الإسكندرية كما حصل في المرة اللي فاتت. هو الراجل لسه رايح في 26 ديسمبر اللي فات. بالمناسبة يا أستاذ أحمد، هو أي محافظ في القليوبية لازم يروح اسكندرية؟ بالمناسبة لا، هو كان يعني زمان في المسافة قريبة، أنا عارف المسافة قريبة، يعني حوالي مثلا 100 كيلو أو 120 كيلو. والله في الحالتين في ملاحظة مهمة هقول لحضرتك عليها دلوقتي. لأن هو كان زمان في كلام إنه لازم محافظ أسيوط ينتقل يبقى وزير الداخلية، حصلت مع 4 صحيح. محافظين تقريبا متتاليين. صحيح. المرة دي بيتحرك كان آسف، كان الأول رئيس لجهاز أمن الدولة يبقى محافظ لأسيوط ثم وزير الداخلية. ثم وزير الداخلية. اتفضل. مع عدم يمكن اللواء زكي بدري كان رايح من مباحث الأموال العامة. نعم. الملحوظة الثانية إنه أغلب الأسماء الموجودة النهاردة في حركة المحافظين تقريبا 4 منهم كانوا في حالة تقاعد وخارج الخدمة تقريبا. الملحوظة الثالثة إنه فيهم 5 من رجال الجيش والشرطة، أو 4 تقريبا من الجيش و1 من الشرطة. كنا نفضل إنه اللواء رضا فرحات ينتقل من القليوبية إلى المنيا، وهو راجل أمن محترف وله خبرة في أمن الدولة والتعاطي حتى مع أو التعامل مع ملفات الفتنة الطائفية تحديدا. اللي هو رضا فرحات. رضا فرحات. بينما يكون المهندس أو اللواء عصام بدوي محافظ المنيا وهو خبير في النقل، محافظ الإسكندرية. بس يا أستاذ أحمد، الأشياء ليست بالتمني، أكيد عند الحكومة ما يعزز اختياراتها، أكيد إحنا ما نعرفش. أنا مندهش صحيح. لأن هو خبير في النقل يعني يذهب محافظا للمنيا، بينما خبير للأمن ينتقل إلى الإسكندرية. صحيح هو ليه يعني خبرات في الأمن في الإسكندرية، اشتغل في مديرية أمن الإسكندرية قبل كده، لكن كنا نفضل راجل صارم وحازم وعنده خبرة في ملفات الجماعات الإسلامية والسلفيين وملف التطرف كله زي اللواء رضا فرحات. بينما خبير في النقل والنقل البحري تحديدا، بدل ما يروح محافظ المنيا كان الأفضل يروح محافظ الإسكندرية.
النقل البحري. النقل البحري تحديدا. فانا مش عارف هو هيعمل ايه في المنيا، لكن كان الافضل انه يكون محافظا للاسكندريه. طيب دي ملاحظات موضوعيه، لكن الملاحظات الشكليه انه لاول مره القياده في مصر يعني مش لا تنتبه الى ملاحظات السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، بل يعني ادت يعني موقف عكسي ومضاد. والاول مره يبقى في عندنا 5 من رجال الجيش والشرطه من بين 6، يعني بنسبه 83%. عندنا نسبه تعديل تقريبا في حدود 22% من الاجمالي. 27 نسبه الوجوه محافظ. الجديده في حدود 18%. في اكثر من نقطه كذلك استاذ احمد لو تسمح لي. اتفضل. هو كل وزير نقل سابق هيبقى محافظ دي للقاهره مثلا؟ ملحوظه جوهريه في الحركه بتاعت النهارده. يعني انا كنت اتصور انه المهندس او السيد اللي هو عاطف عبد الحميد اذا كان قدراته تسمح للعطاء مره ثانيه في العمل العام يرجع النقل. كان يرجع النقل، وافضل محافظ القاهره المهندس جلال السعيد مكانه. افضل ما تبقى اللي هو برضه كان وزير نقل. اللي هو كان وزير النقل. افضل ما ان تبقى القاهره وهي العاصمه بلا محافظ لفتره طويله، ثم نختار لها محافظ كان وزير نقل قبل كده، ونودي محافظ القاهره السابق وزاره النقل. طب هل المحافظ القديم هو فدي اللي ملاحظات بيختار شكلية. مثلا؟ انا اعتقادي انه الرئاسه قدمت الاسماء من خبرات، انا اسف بقطع حضرتك، اتفضل العفو. قدمت اسماء محدده. الرئاسه استقبلت اسماء، الحكومه قدمت اسماء. لا، انا تصوري انه الرئاسه رشحت اسماء والحكومه هي اللي وزعت الاسماء بهذا الارتباك على المحافظات. اعتقد انه في بعضهم اختبروا سياده الرئيس السيسي في زماله سابقه وادوا اداء حسن، زي مثلا وزير التموين، طبعا خارج الموضوع، بس نعم. بس كان يعني في الخدمه الوطنيه العامه كمسؤول نعم. في جهاز الخدمه العامه بالقوات المسلحه، جهاز الخدمه الوطنيه تحديدا، وكان ماسك امداد والتموين في 2011 في ظل الازمه اللي كان الرئيس السيسي فيها مديرا للمخابرات الحربيه، وكان طبعا على اطلاع باداء اغلب المسؤولين. طيب ما نقوله الان او ما تقوله سيادتك يا فندم، هل هو مبني على اي معلومه شبه رسميه حتى ام محض توقعات؟ ده سؤالي. يعني لماذا لا يخرج علينا مجلس الوزراء ويقول والله في حركه المحافظين ارتأينا كذا وكذا وكذا، حتى اذا كان هناك من هو قصر في اداء عمله، يعني اللاحق بمكانه يدرك مدى التقصير مثلا. صحيح؟ هو ملاحظ انه في غياب في الحوار بين مجلس الوزراء وبين المصريين. ابتدوا يعني هذا التقصير يشوفوا له حل في خلال الاسبوعين اللي فاتوا، من خلال اداء مختلف وجديد لمركز معلومات مجلس الوزراء. صحيح. نتمنى انه يعني خلال الساعات اللي جايه يبقى فيه، احنا ملاحظين ان مركز المعلومات اتخاذ القرار اصبح هو المتحدث الرسمي منذ اسبوعين تقريبا، خصوصا في ملف الاشاعات والاكاذيب وكل ما يتناول الدوله المصريه. طيب كان بيطلع تقرير صحيح دوري، وده يعني ما يبقى بيأخر دوريه الاشتباك مع الاشاعات. نتمنى يبقى يومي، او حتى كل ما يبقى في اشاعه يكون في تقرير عاجل، لكن هو مصر يبقى تقرير اسبوعي. طبعا ده خطر، لانه حضرتك عارف تبقى الاشاعه يعني ادت الغرض منها. يعني نحن الان امام اقالات ل5 محافظين. تمام. صح كده؟ صحيح. نتوقع الاسباب، لا نعلم، نتوقع ولا نعلم؟ لا، هو مؤكد محافظ المنيا فيه ملاحظات كثيره على ادائه. مؤكد محافظ مين السويس. اللي اكد ده يا فندم؟ المتابعه. طبعا الاستنتاجات والملاحظات طبعا. ما فيش مصدر مسؤول. لا، ما فيش حد قال لي طبعا، مش دي مش هتلاقيها موجوده. طيب في ضوابط الاختيار بقى، هل كمان هنتوقع في ضوابط الاختيار هنقول مثلا ليه؟ لا، هو بقراءه السيره الذاتيه لكل اللي تولوا النهارده كلهم، اولا فكره انه الاختيار لعناصر سنها صغير نسبيا، ده ما كان مش موجود في الحركه بتاعت النهارده. اصغر المحافظين تقريبا هو اللواء رضا فرحات، مواليد 60، يعني عنده 56 سنه تقريبا. الباقيين اكبر من كده كلهم، يعني بس اغلبهم الملاحظ انهم حاصلين على شهادات عليا واكثر من شهاده. انا بس عاوز اقف عند فكره العسكريين، لان يعني بشيء من التجريد هو مدني او بات مدنيا، كانت لديه خلفيه عسكريه.
أول ما انا نزلت قايل لحضرتك سابوا الخدمه صحيح، من انما هو فترة، سايب الخدمه يعني، وتم فهو مدني. استدعائهم للعمل الوطني من جديد، وكذلك من الشرطه يعني. وعشان كده قلت لحضرتك انه الموقف من السوشيال ميديا وكلام الفيسبوك ما جابش آه. نتيجه المره دي، وفي اختيار على اساس الكفاءه والقدره على العطاء، مش على اساس اي تصنيفات تانية عسكريه او مدنيه. هل تعتقد ان في ضوابط الاختيار بيكون هناك فكره الولاءات لا الخبرات مثلا؟ لا، الخبرات المره دي هي معيار، لان لسه بقول لحضرتك اغلبهم ادى بكفاءه عاليه في اماكنهم السابقه. كلهم بلا استثناء حاصلين على اكثر. ربما الوحيد اللي مش حاصل، يمكن دي المفارقه، الوحيد اللي مش حاصل على اكثر من شهاده فوق جامعيه هو نائب رئيس جامعه عين شمس اللي ذهب محافظ للفيوم. الباقيين كلهم اكثر من ماجستير واكثر من دكتوراه، حتى العسكريين وخصوصا العسكريين. بما فيهم حتى اللي هو رضا فرحات، وهو ضابط شرطه لكن حاصل على دكتوراه في العلوم السياسيه. ما اعرفش سيادتك ممكن الذاكره تسعفك او لا. من هو اصغر المحافظين سنا؟ حاليا تقريبا 27 محافظ. ربما يكون محافظ اسيوط المهندس ياسر الدسوقي. كم عمره تقريبا؟ في اواخر الاربعينات اوائل الخمسينات، واعتقد انه نجا من هذه الحركه. يعني اغلب المؤشرات كانت بتقول انه ربما ما يكونش موجود هو واللي هو كمال الدالي محافظ الجيزه. يعني في ادائهم كان في بعض الملاحظات، خصوصا في ازمه الانابيب الغاز اللي كانت هذا الاسبوع في الجيزه. لكن ربما برضو ابقى حادث العياط. احنا دايما بس لا لسه ما لا لسه دايما استاذ احمد يسهل كثيرا التندر ويسهل كثيرا الانتقاد، شيء طبيعي جدا. انما ربما يعني وقت الجد الكلام يختلف. فهنا عاوز اقول لسيادتك وجهه النظر الاخرى. اي محافظ بياتي بيئن من ضيق الامكانات ويقول كده، بيقول في وسائل الاعلام لديه في محافظته انا عاوز اعمل كوبري وعاوز اعمل مستشفى وعاوز 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 وعاوز. اللي يعرف يجيب لي مخصصات ماليه من الحكومه يا اهلا وسهلا. ما هو في نهايه الامر هو مش هيصرف او مش هينفق من امواله يعني. فهل المحافظين في الوقت الحالي بيكونوا على منصه ضيق الحال او ضيق الموازنه؟ هم ضحيه ضيق الموازنه؟ محدش هيرضى باداء. احيانا ضحيه الموازنه، واحيانا ضحيه ضيق يعني انا اسف في التعبير ضيق الافق، لان احنا عندنا تجارب تجاوزت الازمات والمشاكل دي وتجاوزت هذه الحجج. ويعني مثلا اللي هو المحجوب في اسكندريه استطاع خارج يعني اللي هو المحجوب واللي هو عادل لبيب واللي هو نبيل عزبي في اسيوط، تجربه جباره في الاعتماد على الامكانيات المحليه وراس المال الوطني ورجال الاعمال. تمام. والقبائل والعائلات وكل القادر على العطاء خارج يعني منظومه موازنه الدوله. برايك لماذا لم تتكرر مثل هذه الظواهر؟ ظاهره المحجوب في اسكندريه سبق الجميع يمكن. انا فاكر المحجوب في اسكندريه عادل لبيب كان في القنا صح؟ ونبيل عزبي في اسيوط. طب لماذا لم تتكرر مثل هذه؟ الدكتور عبد المنعم عماره يمكن في الاسماعيليه ليه تجربه ده زمان، والدكتور احمد جويلي في دمياط برضه ادى اداء اللي كان وزير تموين. طيب كان محافظ دمياط قبل. نعم. لماذا لم تتكرر مثل هذه الظواهر واحنا الان الكل بيتحاكى بالمحجوب تحديدا في الكورنيش عشان يكون واضح؟ يعني حتى اهل اسكندريه قالوا المحجوب ابدع في كورنيش الاسكندريه، انما في جوه اسكندريه في مشاكل. انما الفكره نفسها اذا كان هناك من نجح على الاعتماد على راس المال الوطني، لماذا لم ينجح اخرون؟ فقط هيعمل يقلد اللي سبقه فقط. زي ما بقول لحضرتك، اعتقد الامر يتعلق بالقدرات الشخصيه لكل واحد منهم والمناخ المواتي. يعني اعتقد انه لولا الشخصيه الجباره اللي هو نبيل عزبي واللي هو عادل لبيب واللي هو المحجوب، وسماته حتى الشخصيه جدا في قدرته على التعامل ويعني توفير مناخ حميمي مع الاخرين، ما كانش قدر انه يقنع رجال الاعمال في اسكندريه في يعني صحيح. عطاءات بلا حدود من اجل مدينتهم. كلام كتير الايام اللي فاتت كان على اسكندريه ومستوى النظافه فيها. اعتقد جزء كبير منها لو حتى ايام اللي هو المحجوب هو خد الكورنيش كبدايه، وسيادتك ادرى مني يعني، خد الكورنيش الاسكندريه كبدايه باعتبار كان في مشاكل واجهه الاسكندريه، لكن صحيح. طبعا في احياء جوه بيبقى طبعا المشاكل فيها مشاكل رهيبه جدا في البنيه التحتيه. الكاتب